طيب حلو قوي. تعالوا بقى نشوف. ناس كتير بتكلمني عن حاجة تانية غير تريلو، وده طبعا من أشهر المواقع. آه أنا يعني أنا شايفاه لطيف وكل حاجة، بس هقول لكم وجهة ربنا يخليك يا أحمد، في ناس تعبت. في وجهة نظري أنا لسه والله أنا عاملاها عشانكم على فكرة برضه، يعني أنا مش مجهزة عليه غير الثلاث حاجات دول عشانكم. هنا الكرييت بياخد وقت شوية أطول، برضه بتسجل بالايميل وبيبعت لك الكونفيرم ايميل على الايميل انت سجلت بيه، وبتدخل بينقلك عليه على طول. بس بيبقى فيه شويه تفاصيل، فهنشوف ايديت بورتفوليو هنا عشان خاطر اشرحها لكم. تريلو ما كانش فيه التفاصيل دي، فثواني كده. بيطلب منك كام حاجه كده، نبدا نشوفهم مع بعض. هو ليه يطول كده؟ تمام اهو. الصورة طبعا هنا لطيف، بتحط صورة، بتحط الاسم، الإيميل، الاسم الشركة. هنا بيطلب منك بقى، دي كلها حاجات اختيارية يعني سهلة، يعني طلبات كتير بس كلها حاجات اختياري، فموجود الاختيارات يعني ايه السكيل انت هتشتغل عليها، فبتبدأ تشوف ايه هما المناسب معاك. هنا في حاجات كتير، يعني في كذا اوبشن. انا اخترت الكوبي رايتر. بتحط رقم تليفون، التوقيت، الاسم اللي عايزه يظهر عشان هيبقى ده اللينك بتاعك، وبتحط التايتل بتاعك، وبتكتب بايو او عنك سريع. انا ما حطيتش بصراحه، بس انا جايبه لكم عشان تعرفوا. شوف يعني حابب تكتب ايه عنك، عشان العميل برضو لما تبعته له هيبدا يقرا اللي انت كتبته عنك ده. بس كده. وهنا اللينكات لو انت عندك سوشيال ميديا، لينك الفيسبوك بتاعك، تويتر، لينكد ان، تحطهم وبتعمل سيف. بس كده، مش بيطلب منك اكتر من التفاصيل دي. خلاص يا شباب، ماشي. فهيظهر هنا بقى، هنا طبعا بيبقى التايتل بتاعك، ولو انا مش حاطه البايو، فلو انت حاطه بيظهر هنا. ده بيبقى جابه منين؟ ده فاكرين لما قلت لكم الاسم اللي انت عايز يظهر بيه؟ طيب هو ده هيبقى اللينك اللي انت بتاخده، بتقف عليه وبتاخده كوبي وبتبعته للعميل بتاعك. هو ده. تمام كده، ماشي. بتضيف شغلك ازاي؟ بمنتهى البساطه، بتيجي هنا عند كلمه edit، بتدوس عليها. شايفين هنا العلامة دي بتفتح. احنا اختيارنا من اخر اختيارين، اللي هو اليو ار ال، بتدوس عليه. البي دي اف دي لطيفة في حالة ايه؟ ان انت لو شغال شغل تدريب، يعني مش شغل ما اتنشرش بالفعل في مكان، فانت مثلا مجهزه وعامله في بي دي اف، بتعرض شغلك من خلاله، فبتبدأ تحمله من خلاله. تمام. وانا عامله واحد بي دي اف عشان اوريه لكم، لكن خلينا نشوف لو انا من محتوى منشور في حته، فبختار اليو ار ال، وببدا هنا اجيب اللينك بتاع البوست اللي انا هحطه. نرجع برضو على الاكونت الفيسبوك، اخد لكم معلش اي لينك مثلا. ادي لينك لبوست معين متعلق بالماركتنج بلان. ماشي. انا جبت لينك من على الفيسبوك، واهو حطيته وعملت جيت ديتيل. الدنيا تمام يا شباب؟ صح الظاهر قصادكم؟ معلش البراوزر ده بطيء سنة. طيب خلاص، قال لي ان هو حط. ادي طيب حلو قوي. ادي التايتل بتاع البوست. بيبدأ يقول لي اختار الفورمات بتاعه، اللي هو كان ايه نوعه، من كلها اختيارات، فالدنيا بتبقى سهله. انا اخترت فيسبوك بوست. بيقول لك هنا حط ديسكريبشن، اكتب وصف عن المحتوى اللي انت نزلته. فهو هنا خد كوبي من البوست نفسه. انت ممكن تكون مجهز ديسكريبشن بتشرح فيه البوست ده كان عن ايه. بتختار التوبيك اللي انت شغال عليه. انا مثلا ده محتوى تعليمي، اخترت education. ايه المهارات اللي انا اعتمدت عليها فيه؟ اعتمدت مثلا على الكوبي رايتنج، كنت بعلم فيه حاجه مجازا يعني. بيقول لك عايز تحط صوره، اختارها من هنا وعملت سيف. بصوا نزل اهو، بقى موجود. تعالوا كده نشوف شكله. شكل نجيب فيو بورتفوليو. انا كده منزله 4 حاجات عليه. اهو بصوا، هتلاقوا اللي اهي دي، ده الاخر واحد اللي هو متعلق بالماركت ده. ادي الشكل، وادي لو هو بقى داس عليه كده هيروح فاتحه له. بصوا على المكان اللي اتنشر عليه على الفيسبوك. بصوا هيفتح معانا الفيسبوك.
اهو ده البوست، ادي البوست اللي موجود فعلا. بس كده. الفكره بقى هنا ايه، انا بحسه شويه ملخبط في ايه وما فيهوش تنظيم. زي ما قلت لكم، لو حابب تبعت اللينك هو ده، تاخده كده وتبعته. انا مشكلتي فيه ايه بقى؟ مشكلتي فيه ان هو ما بيسمحش بموضوع ان انا لو انا هشتغل عايزه جدول شغل او حاجه مش هينفع. تاني حاجه ان كل الامور سايحه على بعضها. يعني لو هناك مثلا ممكن ابقى انا عامله شغلي لمجال المطاعم، شغلي لمجال الملابس، او العميل بيبقى عارف الليست هيقرا ايه. هنا كله على بعضه. يعني انا مش هعرف افصل. ما هو لينك واحد. انا مش هعرف افصل. هناك عمليه تنظيميه عشان الورك سبيس جواها كذا بورد، فالبورد دي عن كذا والبورد دي عن كذا والبورد دي عن كذا. انما هنا لطيف بصراحه، هو يعني شكله كده تحس ان الموضوع قيم جدا بس على بعضه. انا وريتكم بننزل عليه الحاجه ازاي يعني. تمام كده. ده بوست كنت مجهزه لكم عن الاي بوك اهو. ده كان اللي هو بنظام البي دي اف، ان هو حاجه لو انتوا مثلا شغل تدريبي مش ناشرينه. فده اهو بصوا، ده كان معتمد بيفتح اهو على بي دي اف، هندوس عليه. كان تحميل بي دي اف يعني، مش بوست منشور في مكان. لكن كله بيبقى على بعض، ما فيهوش عمليه تنظيميه قوي، ما تعرفش تفصل ده عن ايه وده عن ايه وده عن ايه. لكن في الاخر الاثنين شغالين. ناس كتير قوي مقتنعه بالموقع ده اكتر، وبشوفه كل كتاب المحتوى بيعملوا عليه بصراحه اكتر. انا اقول لكم الحقيقه ان انا بشوفها يعني. وحتى لما حد بيطلب بورتفوليو بلاقي الناس مشيره دايما اللينك بتاعها ده. بس في الاخر كل واحد حر في اختياره وفي اللي يريحه. هي عمليه تنظيميه، انت ارتحت في ايه وانت بتشتغل اختار دايما اللي يريحك. ما تختارش الحاجه اللي هي، يعني الموضوع ما فيش ثوابت. دي اوبشنز، انت كل واحد بيختار الحاجه اللي شايفها مناسبه معاه.